بيبدأ فيلمنا وبتظهر بنت اسمها ريبيكا بما إنها لسه متخرجة جديد وبتتدرب على التشريح عشان تشتغل، وبيكون صاحب المشرحة واللي اسمه ريموند واقف معاها وبيسجل كل خطوة بتعملها في تحنيط الجثة وبيشرح اللي هي بتعمله بالظبط عشان يقيمها بعد كده. بس ريبيكا بتلاحظ إنه مركز معاها قوي فبتسأله إذا كان في حاجة غلط، فهو بيقول لها لا وبيطلب منها تكمل شغلها. وبعد شوية لما بتخلص ريموند بيقفل التسجيل وبيسيبها تكمل مهمتها، وريبيكا بترجع الجثة مكانها وبتروح تنظف كل حاجة، وبعدين بتروح للمخزن عشان تكمل بقية التنظيف. بس بتلاقي رومن طالع من جوه وبيتفاجئ لما بيلاقيها هنا، فبيسألها انت بتعملي ايه، وريبيكا بتعرفه هي هتجيب ايه من هنا، فهو بيقول لها كفاية عليكي شغل لحد كده وانا هكمل. وبيكون واضح انه مش عايزها تنزل المخزن، بس هي مش بتهتم وبتستعد عشان تمشي. وريموند قبل ما يقفل المخزن بيبص وراه وبنشوف في كائن غريب مستني تحت، فريموند بيقفل عليه وبيمشي. بعد كده بيروح لريبيكا وبيقول لها انت كده تقدري تبدأي شغل لوحدك من غير ما تحتاجي مساعدة، وبيعرفها ان الشغل طول ايام الاسبوع ما عدا يوم الاجازة. فريبيكا بتقول له انا ما عنديش مشكلة اشتغل يوم الاجازة، فهو بيقول لها لا انا اللي هشتغل يوم الاجازة لاني محتاج منك ترتاحي عشان تقدري تعملي الشغل صح. وبعدين ريبيكا بتسأله على تفاصيل الشغل مع عائلات المتوفي والشغل الإداري، فريموند بيقول لها انا منعت دخول العائلات هنا لان الشغل بيكون اسهل بدونهم. وريبيكا لما بتعرف كل تفاصيل الشغل بتاخد بعضها وبترجع البيت. بعد كده بالليل بنشوف ريبيكا وهي في جلسة العلاج النفسي الجماعية وبتقول لأصحابها أنا بقيت مبسوطة إني خفيت من الإدمان وقدرت أتغلب عليه برغم إني خسرت كتير، لكن في النهاية قدرت أتعافى. فبتروح الدكتورة بتاعتها وبتديها وسام الشفاء وبتهنيها على شجاعتها. ولما الجلسة بتخلص الدكتورة بتاخد ريبيكا على جنب وبتقول لها مش معنى إنك خفيتي مش هيحصل انتكاسات، لا بالعكس ده ممكن يحصل مضاعفات، عشان كده لازم تخلي بالك من نفسك ولو حسيتي إنك محتاجة مساعدة تكلميني على طول. بعد كده ريبيكا بتاخد بعضها وبتمشي، بس وهي في الطريق الدكتور ريموند بيكلمها وبيقول لها أنا عارف إني قلتلك مفيش شغل بالليل بس تقدري تيجي دلوقتي لأن حصلت حادثة واستلمنا جثث كتير. فريبيكا بتوافق وبتروح على المشرحة برغم إن الجو بيكون عواصف وبرق ورعد. المهم إن ريبيكا بتوصل بيكون المكان فاضي وبتلاقي الورق بتاع الجثث على المكتب، فبتاخده وبتستعد علشان تبدأ شغل وبتمسك أول جثة وبتبدأ في تحنيطها. ولما بتخلص بتروح تدخل بيانات المتوفي على الكمبيوتر، بس فجأة راس الجثة بتتحرك وعيونها بتتفتح، بس طبعا ريبيكا مش بتاخد بالها لأنها بتكون بتخلص الشغل على الكمبيوتر. المهم بعد كده ريبيكا بتاخد الجثة وبتحرقها، بعدين بتروح عشان تجيب الجثة التانية بس بتحس بصداع وبيكون واضح إنها لسه بتعاني من آثار الإدمان. وفجأة لما بتفتح عينيها بتلاقي نفسها على كرسي المكتب برغم إنها كانت لسه واقفة حالا في المشرحة، وبتستغرب إيه اللي جابها هنا. وفي اللحظة دي التليفون بيرن، فريبيكا مش بتهتم بالموضوع وبتروح ترد، وبيكون ريموند عايز يطمن على الشغل فبتقول له إن كل حاجة تمام وإنها قربت تخلص. بعدين بتقفل المكالمة وبتروح تجيب الجثة التانية عشان توديها لأوضة حرق الجثث، بس وهي في الطريق إيد الجثة بتتحرك وفجأة النور بيقطع، فبتروح ريبيكا تجيب حاجة تنور بيها. ولما بترجع بتلاحظ إن إيد الجثة مش في مكانها وبتفكر إن دي غلطة من عندها، فبتعدلها وبتدخلها أوضة الحرق. بعدين بتروح تجيب آخر جثة وبتلاحظ إن البنت دي ماتت منتحرة بسبب الجروح اللي في إيدها وبتتعاطف معاها. وقبل ما تبدأ التحنيط بتسمع حد بيخبط فبتروح تشوف مين، وفي اللحظة دي الجثة دي كمان بتتحرك وبتقوم. وريبيكا لما بتبص على الباب مش بتلاقي حد فبترجع للجثة تاني، بس بتتصدم لما بتلاقيها اختفت وبتقعد تدور عليها، لكن بتلاقي التليفون بيرن تاني فبترد وبتفكره ريموند، لكن بيكون شخص تاني وبيقول لها انت السبب، انت اللي عملتي فيها كده. فريبيكا بتقفل المكالمة بسرعة وبتبص على ايدها وبتلاحظ ان فيها دم، وفجأة الدم بيختفي وبيكون واضح ان دي مجرد اوهام ومفيش حاجة حقيقية. بعدها التليفون بيرن تاني وريبيكا لما بترد بيكون ابوها على الخط وبيبلغ الشرطة وبيقول لهم ان بنته ريبيكا فقدت الوعي لانها وقعت في المية بعد جرعة زايدة من المخدرات. وريبيكا بتتصدم لما بتسمع صوته لان ابوها اصلا ميت، وبسبب اللي بيحصل ده بتفقد الوعي. ولما بتفوق بتلاقي نفسها في بيتها وبتكون مرعوبة ومش فاهمة إيه اللي بيحصل، وفجأة بتلاقي الباب بيخبط بطريقة مرعبة. ولما بتفتح الباب بتكون الدكتورة بتاعتها وبتقول لها أنا كنت حاسة إن فيكي حاجة غلط وشكلك كده رجعتي تشربي تاني. فريبيكا بتقول لها أنا ما أخدتش أي مخدرات، بس الدكتورة مش بتهتم بكلامها وبتقول لها أنت تجهزي وهتيجي معايا العيادة دلوقتي. وقتها ريبيكا بتنهار فالدكتورة بتحضنها وتواسيها، بس بتستغرب لما بتلاقي ريبيكا ماسكة فيها جامد. وفجأة عيون ريبيكا بتتحول وبيكون واضح إنها ملبوسة بعفريت أو حاجة زي كده، والدكتورة لما بتشوف منظرها بتتفزع وبتحاول تهرب، بس ريبيكا بتمسكها وبتقتلها. في اللحظة دي بترجع لوعيها وبتتصدم من اللي هي عملته وبتكون مش عارفة تعمل إيه، وبتروح تكلم ريموند وبتقول له مفيش حد غيرك هيساعدني. فريموند بيقول لها ارجعي المشرحة، طول ما انت بره مش هيسيبوكي في حالك.
طبعا ريبيكا مش بتكون فاهمة هو بيتكلم على مين، فريموند بيقول لها مش مهم تفهمي وارجعي للمشرحة حالا. في وسط كل ده وهي بتتكلم فجأة جثة الدكتورة بتقوم وبتروح لها، وريبيكا لما بتشوفها بتصرخ وبتهرب من البيت. والصدمة الكبرى إنها لما بتفتح الباب بتلاقي الدكتورة الحقيقية في وشها. أمال مين اللي كانت جوه؟ ساعتها ريبيكا مش بتهتم بأي حاجة وبتنفذ كلام روموند وبترجع للمشرحة، ولما بتوصل بتلاقيه مستنيها هناك وبيقول لها أنا هفهمك كل حاجة. وبنكتشف إن في كائنات أو بمعنى أصح أرواح مش بتتقبل موتها وبتكون عايزة ترجع للحياة تاني، فبتضطر إنها تقعد في جسم أي شخص متوفي لحد ما تلاقي شخص عايش جسمه مناسب ليها عشان تلبسه. وبنعرف إن في روح في المشرحة بتحاول تلبس ريبيكا وبتستغل نقطة ضعفها وبتشككها في نفسها عشان تقدر تسيطر عليها. طبعا ريبيكا بتكون في حالة صدمة لما بتسمع الكلام، وريموند بيقول لها أنا مش هقدر أساعدك، أنت لازم تساعدي نفسك، وللأسف ما فيش وقت إني أشرح لك دلوقتي كل الدراسات اللي عملتها من سنين، لكن كل اللي عليك إنك تنفذي الخطوات اللي هقولك عليها وبس. بعدين بياخدها وبيوريها آلة خشبية غريبة وبيقول لها المشرحة هنا فيها رسومات تدل على مكان الشبح واسمه وحياته قبل ما يموت، وانت لازم ترتبي الرسومات في الآلة دي علشان تقدري تخلصي من الروح من خلال التعويذة اللي هتعمليها. بعد كده ريموند بيقوم عشان يوريها باقي الخطوات، بس فجأة ريبيكا بتفقد الوعي، ولما بتفوق بتكون الروح هي اللي مسيطرة عليها. وريموند بيفهم ده فبيتعامل عادي، بس الروح الشريرة بتهجم عليه وبتقوله مش هتعرف تخلص مني وريبيكا هتموت معايا، وبتروح عشان تقتل ريموند. ساعتها ريموند بيفتح القميص بتاعه وبنعرف إنه راسم تعويذة على جسمه بتمنع الروح الشريرة إنها تأذيه. طبعا الروح الشريرة بتبعد بسرعة لأنها بتخاف، وريموند بيستغل الفرصة ويطلع من المشرحة بسرعة وبيقفل على ريبيكا الباب بالمفتاح. ساعتها ريبيكا بترجع لوعيها وبتقعد تعيط عشان مش فاهمة أي حاجة ومش عارفة تعمل إيه. بعدها بتقوم وبتحاول تهرب بأي طريقة لكن من غير فايدة، وفجأة بتسمع صوت جدتها في المشرحة فبتروح بسرعة هناك وبتلاقي جدتها واقفة ورا الشباك وبتطلب منها تفتح الباب. وطبعا دي مش جدة ريبيكا الحقيقية، والأرواح هي اللي بتحاول تسيطر على عقل ريبيكا عشان يتمكنوا منها. المهم فجأة ريبيكا بتلاقي أبوها قدامها وبيقول لها أنت السبب في كل ده، وبيمسك السكينة وبيضربها، لكن بنكتشف إن ريبيكا هي اللي بتضرب نفسها وإن مفيش حد معاها أصلا. ولما بترجع لوعيها بتحس بالألم فبترجع لأوضة المشرحة وبتلاقي الجثة اللي اختفت في أول الفيلم لسه مكانها، فبتعدي من جنبها من غير ما تعمل صوت وبتروح تستخدم أدوات الخياطة وبتخيط الجرح بتاعها وهي بتراقب الجثة عشان لو حصل لها حاجة. ولما بتخلص بتسمع صوت بينادي عليها فبتروح للجثة وبتمسك المشرط عشان تضربها، لكن فجأة الجثة بتقوم وبتهاجم ريبيكا، فريبيكا بتدافع عن نفسها وبتقتل الجثة اللي هي أصلا ميتة. بس طبعا الجثة مش بتموت لأن فيها روح شريرة، فريبيكا بتمسك خيط وبتربط بيه الجثة. وفي اللحظة دي التليفون بيرن وبيكون ريموند، وريبيكا لما بترد ريموند بيقول لها الروح دي عايزة معاناتك انت، وبيطلب منها تحط دمها على الجثة اللي فيها الروح وتحرقها وكده كل حاجة تنتهي. فعلا بتروح ريبيكا تنفذ كلامه وبتعور نفسها وبتحط دمها على الجثة الحية، بعدين بتدخلها أوضة الحرق وبتفرح لأن كده الروح اختفت. بس فجأة بتشوف حلم وإن هي اللي في أوضة الحرق مش الروح الشريرة، فبتفهم إن الروح لسه ما اختفتش، فبتكلم ريموند وبتحكي له اللي حصل، فبيقول لها أنت لازم تقفلي التليفون فورا لأن أنا ما كلمتكيش أصلا. بس ريبيكا بترفض تقفل الخط، فريموند بيقول لها انزلي المخزن هتلاقي الأشرطة بتاعتي وهتفهمي منها كل حاجة وامشي ورا الخطوات هتنجحي، وبيقفل هو الخط بسرعة. فبتروح ريبيكا لأوضة المخزن وبتبدأ تدور على الأشرطة اللي ريموند قال لها عليها، وفعلا بتلاقيها وبتقعد تتفرج عليها وبتشوف ريموند وهو بيشرح ازاي يقدر يستغل الروح الشريرة، وبيقول لها ان في حاجة اسمها المادة الكاشفة ودي الطريقة الوحيدة عشان يخلص بيها من الشياطين او الروح الشريرة. وبنعرف ان المادة الكاشفة دي عبارة عن دم بنت اسمها فاليري، الشيطان اتمكن منها فريموند قدر يسيطر عليها وحبسها عشان يستخدم دمها في علاج الحالات اللي زي ريبيكا. المهم بعد كده لما ريبيكا بتخلص الأشرطة بتروح تشوف الكراسة اللي فيها كل دراسات ريموند وبتمسك الآلة الخشبية وبتبدأ تحط الرموز اللي بتدل على مكان واسم الروح. بعدين بتقوم تدور على باقي الرموز وفعلا بتلاقي رموز مرسومة على الحيطان زي ما ريموند قال لها، بس وهي بتدور على الرموز الروح الشريرة بتحاول تزاولها عن طريق إنها تتجسد في شكل أبوها. وطبعا ريبيكا بتضعف لما بتشوف أبوها وبتقرب منه وفجأة بيخنقها وبيقول لها سيبيني أدخل جسمك لأني وقتي بدأ يخلص وأنا لازم أتمكن منك. بس ريبيكا بتقنع نفسها إن كل دي أوهام وإن الروح دي مش هتقدر تأذيها وبترجع تكمل تدوير على باقي الرموز، لكن فجأة بتسمع صوت فاليري وهي بتطلب المساعدة بس مش بتهتم بيها. بعدين بتدخل الحمام عشان تدور على آخر رمز، بس فجأة الباب بيتقفل عليها والأرض بتطلع مية لحد ما بتغرقها وبتفقد الوعي، وبتحلم باليوم اللي غرقت فيه في المية بعد ما خدت جرعة زيادة من المخدرات وهي لسه عندها 14 سنة. ولما أبوها بيلاقيها بيسيبها وبيروح بسرعة يطلب المساعدة. في اللحظة دي ريبيكا بترجع لوعيها وبتكون كل حاجة سليمة، وده لأن كل اللي هي بتشوفه أوهام بسبب الروح الشريرة. المهم بتطلع من الحمام وبتروح تكمل الرموز وبتحط كل رمز مكانه،
وبكده تكون عرفت كل المعلومات اللي تخص الشيطان ده. بعدين بتروح للأوضة اللي فيها فاليري عشان تاخد المادة الكاشفة، وفاليري أول ما بتشوفها بتترجاها عشان تفتح لها الباب، وريبيكا بتقول لها ما تقلقيش أنا هخرجك من هنا. وبعدين بتروح للمشرحة وبتطلع جثة وبتربطها، وبتبدأ تعمل الخطوات اللي ريموند قال لها عليها. وفجأة الجثة بتفوق، فريبيكا بتاخد الآلة الخشبية وبتحطها عليها عشان تمنعه من الحركة، بما إن الرموز دي زي تعويذة. المهم بعد كده ريبيكا بتحنط الجثة وبتاخد المادة الكاشفة وبتحطها في الجسم، وبتلاحظ إن الخطة نجحت فبتاخدها وبتحرقها في أوضة الحرق، وبكده تكون خلصت من الشر. بعدها بتروح المخزن وبتستغرب لما بتلاقي إن في روح تانية هناك، وبتقول أنا فكرت إن الموضوع انتهى، بس فجأة بتسمع صوت أبوها وبيقول لها إن الموضوع لسه ما انتهاش، وبيزقها من على السلم فبتقع وبتفقد الوعي، وبتحلم بنفس اليوم اللي أبوها أنقذها فيه. وبنعرف إن بعد ما راح عشان يطلب المساعدة بيشوف روح شريرة، ومن الصدمة بيقع ودماغه بتتصفى بيموت. عشان كده ريبيكا طول الوقت حاسة إن هي السبب في موته. في اللحظة دي بيتنقل الحلم وأبوها بيقابلها بعد ما كبرت، وبيقول لها أنت هتفضلي لحد إمتى عايشة في الماضي؟ أنت كنت صغيرة وقتها عشان كده لازم تنسي كل ده وتعيشي حياتك في هدوء. وريبيكا بتفرح وبتحس إن أبوها مسامحها. بعد كده بترجع لوعيها وبتلاقي نفسها في المشرحة وجسمها كله سليم مفهوش أي إصابات. وفجأة بتسمع صوت فاليري فبتروح علشان تنقذها وبتكسر القفل، وأول ما فاليري بتطلع بتتحول لشيطان وبتقول لها أنت غبية عشان صدقتيني وبتكون هتخلص عليها. لكن في آخر لحظة بيجي ريموند وبيرجع فاليري للحبس اللي كانت فيه، وبيقول لريبيكا تعالي هشرح لك كل حاجة فوق. وبنكتشف إن ريموند كان قاصد يشغل ريبيكا هنا معاه عشان تفضل تحت عينه، لأنه عارف إن الأرواح عايزينها من وهي صغيرة. المهم ريبيكا بتقرر إنها تسيب المكان، فريموند بيقنعها إن لو خرجت من هنا هتكون في خطر، والأفضل إنها تكمل شغل هنا ولا كأن حاجة حصلت، لأن الأرواح دي مش هتخلص وهتفضل موجودة طول الحياة. وبيقول لها أنا كنت زيك زمان ونفسي أعيش حياتي، لكن في النهاية بقيت حياتي كلها في المكان ده عشان أعرف أحمي نفسي وأحمي اللي حواليا. وقتها ريبيكا بتتعصب وبتقول له تحمي اللي حواليك، وبالنسبة لفاليري اللي انت حبيتها وبتستخدم دمها عشان تمنع الأرواح، فريموند بيقول لها فاليري ماتت من زمان واللي جوه دي مجرد روح شريرة لازم تفضل عايشة عشان نستخدم دمها ونعمل منه المادة الكاشفة، وانت ذات نفسك استخدمتيها عشان تحميكي. بس طبعا ريبيكا بتكون عارفة ان معاها حق، لكن مش بتقتنع بالكلام ده لأنها عايزة تعيش حياتها وبتاخد بعضها وبتمشي. ولما بتطلع بتشوف قدامها واحد من الأرواح اللي كانت بتشوفهم زمان، ووقتها بتعرف إن ريموند كان عنده حق وبتقرر ترجع وتشتغل معاه من تاني. ولحد هنا بيخلص فيلمنا.